السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه كنت بعاني منها جدا وانا صغيره، و99% من الجيل ده بيعانوا منها بعد الاكتئاب طبعا. اولا انا اسفه لو صوت النجار اللي جنبنا ظهر في الفيديو، بقالي نص ساعه مستنيه ان صوتي يهدى بس ما بيهداش. الانطوائيه دي عدم القدره على التعبير، الخوف من التعبير. هو ما عندوش القدره انه يعبر عن اللي جواه او انه يتكلم او انه يرد. في البداية عايزة بس أفرق بين حاجة مهمة جدا الناس بتخلط بينها، بين عدم الثقة والانطوائية. عدم الثقة والانطوائية مش حاجة واحدة، لأني بشوف ناس كتير عندهم انطوائية فبيدخلوا في فيديوهات عدم الثقة ازاي يزود ثقتهم بنفسهم. الاتنين يتأثروا ببعض ويؤثروا في بعض، ولكن مش نفس الحاجة. يعني ايه؟ يعني قلة الثقة ممكن تجيب انطوائية، تمام، والانطوائية بتجيب قلة ثقة، اوكي، ولكن مش قلة الثقة هي نفسها الانطوائية، مش نفس الحاجة. لان الانطوائيه الانسان ممكن يكون ذكي وشاطر وجميل وهو عارف انه ذكي وشاطر وجميل، ولكن هو مش قادر يعبر عن اللي جواه، مش قادر يعبر عن مشاعره، مش قادر يعبر عن مواهبه، في خوف داخلي من ده. لكن مش معنى ذلك انه مش شايف جماله او مش شايف شطارته او مش شايف موهبته. لكن عدم الثقه انسان اصلا مش شايف جماله، مش شايف شطارته، مش شايف موهبته، مش شايف. لكن انطوائي شايف ولكن مش قادر يعبر عن ده. دي اول حاجه نقدر ان احنا نعملها. طب ازاي الانطوائيه دي بتتكون، او معظم الناس ازاي الانطوائيه بتتكون؟ معظم الناس الانطوائيين كانوا في الاساس حساسين جدا جدا جدا، كانوا بيخافوا يعبروا عن اللي جواهم عشان يجرحوا حد، او يخافوا يقولوا حاجه فالناس تزعل منهم، او تاني حاجه ان هم لا اله الا الله ضغطوا، او تاني حاجه ان هم اتعرضوا لابتزاز عاطفي في حياتهم. شخص قريب منهم جدا كان بيعرضهم لابتزاز عاطفي، فكانوا بيقرروا ان هم مش هيردوا، ان هم مش هيعبروا، ان هم مش هيتكلموا. الحاجه الاراديه دي بمرور الوقت اتحولت للا اراديه. يعني هو كان اراديا مش عايز يتكلم، اراديا مش عايز يعبر، بس بمرور الوقت الحاجه اتحولت من الارادي للا ارادي، عشان كده اتحول لانطوائي. او عدم الثقه بالنفس خليته مش عايز يتكلم او مش عايز يحتك في الناس لانه شايف انه ما يستحقش، فده اتحول برضو لانطوائي. تمام، فده ازاي الانطوائيه اتكونت او ايه فرقها بينه وبين عدم الثقه بالنفس. انطوائي ليه دايما شايف ان دي مشكله كبيره جدا جدا جدا. ايه المشكله؟ ان انا مكسوف؟ لا، الانطوائيه بتاثر الانطوائيه بتاثر بالسلب على حياه الانسان. زي ايه؟ اول حاجه ان هي بتعرضه للاستغلال، دي حاجه ما فيهاش شك. بتعرضه للتنمر، بقى ضحيه لاي حد. اي حد سايكوباتي بيطلع سايكوباتيته عليه، اي حد متنمر بيطلع تنمره عليه، اي حد عنده اي مرض خلل بيطلعه عليه. تاني حاجه ما بيعرفش طبعا يظهر موهبته، فمحدش عارف ان هو موهوب في حاجه اصلا. وتالت حاجه ودي الاهم، ودي عن تجربتي الشخصيه وتجربه اي انسان انطوائي في العالم قعدت معاه، انه دايما بيتعرض للتكذيب. اي موقف بيحصل اكتر واحد بيبان مش طبيعي هو، اكتر واحد بيبان ان هو متوتر هو، اكتر واحد بيبان ان هو يعني غريب هو. فعشان كده دايما بيتعرض للتكذيب، وكان دايما بيسأل نفسه ليه؟ طب ليه مش مصدقين؟ حتى لو ما قالوش اللي هم مش مصدقينه، هو دايما حاسس ان هم مش مصدقين، هم فعلا مش مصدقين، انه اكتر واحد بيبان مش طبيعي. انا كنت دايما بسأل نفسي السؤال ده، واكتشفت ان اي حد مر بانطوائيه بيسأل نفسه السؤال ده، ليه؟ والانطوائيه دي بتأثر في كل حاجه. يعني انا مثلا صغيره، اما حد يقول لي قومي اقفلي الباب كنت بحس انه مش قادره يعني، وقمت عيطت قدام الباب عشان بس حد قال لي قومي اقفلي الباب. تخيل بقى لو حاجه اكبر من كده. تالت حاجه طبعا انه محدش عارف شخصيته الحقيقيه. كل الناس بتتعامل معاه على اساس ان هم متخيلين ان هي شخصيته، لان هو لا بيعبر عن شخصيته، محدش عارف شخصيته الحقيقيه. كل انسان بيتعامل معاه على اساس، فمحدش عارف شخصيته الحقيقيه. كل الناس بتتعامل معاه على اساس الشخصيه اللي هم متخيلينها عنه، الحاجه اللي هم متخيلين اللي هو عليه، لان محدش عارف شخصيته الحقيقيه. وده بيخليه يتعرض لمشاكل كتير. يعني انا فاكره مثلا في الاعدادي انا اتعرضت شهرين لمشكله انا ماليش علاقه بيها وما قدرتش اتكلم. يعني كنا مدرسه مشتركه، ولاد مشتركه، هاشتاج مشتركه ولاد وبنات. فدايما كان الموضوع مسابقه، يعني الامين لو بنت يبقى هي البنات نجحت، لا الاول لو ولد يبقى الولاد نجحت، والحوارات دي يعني. فالبنات عملت
شكوى عن الولاد. كان في مدرسة في المدرسة باخدوا عندها درس كتبت لهم الشكوى. فمين بقى احسن خط في الفصل؟ الاستاذة آلاء. ففضلت شهرين كل شوية استدعاء ولي امر، عملتيها؟ لا ما عملتيش حاجة والله. عملتيها؟ لا. فضلت شهرين كل يوم كل يوم كل يوم. وفي الاخر ادركت العيال بعد انتهاء الترم اساسا قالوا لي ان المدرسة فلانة عملت الشكوى دي. طب ليه ما سبتوني كل ده؟ اصل انت الوحيدة اللي تنفع في كده. واحدة شاطرة خدتها حلو نحطها فيها. فهمتوا ازاي؟ فدايما الانطوائي بيعرضك لمشاكل اكبر مما تتخيل. يعني مثلا كان في، انا مش عارفه المفروض اقول كده لا، كان في واحده في الفصل كانت يعني معايا في الفصل، كانت دايما كل يوم تحطني في مشكله كل يوم. هي كانت كثيره المشاكل وكثيره الفتن وكثيره حاجات. فتن مش من فتنه يعني نقل الكلام عشان بس محدش يجيب ذهنه حاجه تانية. كل يوم تحطني في مشكله، كل يوم كل يوم كل يوم بشكل فظيع. ما هو مهما كنت شاطر وذكي وممتاز وجميل والخ الخ، يعني دي ماده لاي حد سايكوباتي هيطلع عليك زي ما قلت لكم قبل كده. فدي طبعا بتاثر في الحياه جدا. كل ما تكبر مشاكل تكتر معاك. يعني انت صغير اقصى حاجه واحده تنمر عليك، وانت كبير تعرض للسرقه للنهب. يعني هقول لكم السرقه دي اكتر حد بيتسرق الشخص الانطوائي اللي عارفين انه مش هيتكلم. انا مثلا يعني ان تجربتي الشخصيه فبقول يعني فضلت تالتة ورابعة وخمسة وستة ابتدائي 4 سنين ورا بعض، 4 سنين بتسرق من نفس الانسان. واحدة كانت صغيرة كده في الفصل. كنت دايما كنت بابا بيجي يقعدني في التخت الاولى، فكنت دايما باجي اقعدها جنبي عشان هي كان عندها ثعلبة فوق شعرها. فكان الناس بتبعد عنها، وانا طبعا المصلحة الاجتماعية الاء كنت بخاف على مشاعرها، فكنت بقول تقعد جنبي عشان محدش هيرضى يعني يقعدها جنبه، عشان كانت بتحط سائل لونه اخضر كده على الحفر اللي في شعرها. فده كان بيخلي الاطفال غصب عننا، كنا اطفال برضو، نحس كده يعني اللي هو كده بنفس الشعور ده يعني. فكل يوم كان يسرق مني قلمي الازرق، قلم الرصاص، استيكتي، فلوسي، مصروفي، سندوتشاتي، حتى لو معايا البال. كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم بشكل فظيع. يعني انه مش يوم مش مره، كل يوم. حتى الكراسات نفسها بتاعت المدرسه كانت بتتسرق وهي مكتوب فيها عادي جدا، وكانت جنبي في التخته جنبي. كل ما اشك اقول لا مستحيل، لا مستحيل، لا مستحيل. كانت تحط القلبيه في خارجيه، فاحس ان دي شبه قلبيتي بس مش قلمي، فمش عايزه اشك. فضلت 4 سنين تسرقني، 4 سنين كنت انا بحل لها الامتحانات وقعدها جنبي كل حاجه. وهل ده ثمر؟ لا ما ثمرش. وما كبرت ادركت ان الانسانه مش وحشه، هي لقت عرضه لده. واحده هي عارفه ان هي مش هتتكلم او مش هتشتكي او مش هتعمل مشاكل، فاحسن واحده تسرقها مين؟ انا. فدي مثلا حاجه من الطفوله. تخيل بقى اما تكبر وانت فيك البذره دي، كل ما تكبر هتعرض لمشاكل اكتر. كل حد عمل مشكله في الحياه هيلبسها فيك والله العظيم. يعني بتحس ان قفاك بيستقطب المشاكل. لا، الناس بتعمل مشاكل وشايفين ان انت يعني عرضة ان انت تاخد المشاكل دي. فدي مشكله كبيره جدا. الانطوائيه مشكله كبيره جدا فوق ما اي حد يتخيل. بقول لك على نصائح، مش النصائح الناس بتقولها، نصائح من تجربتي انا، اللي الحمد لله بفضل الله وحده طبعا مشيئه ربنا اتحولت من انسانه انطوائيه. بقول لك حد يقول لي قومي اقفلي الباب اعيط، الحمد لله انسانه بيتقال عليا ان انا بعرف اتكلم، بيتقال عليا ان انا بعرف ارد كويس، بيتقال عليا الحمد لله انه بعرف اخد حقي الحمد لله. ودي طبعا كان اكبر احلام حياتي اساسا. اول حاجه انت، دي حاجه معروفه قوي بس انا هقولك التركيه اللي فيه. اعملي حاجه انت عمرك ما تخيلتي تعملي. اذاعه لو انت في المدرسه او ابتدائي او اعدادي او اي حاجه. مناظره مثلا. مسرح لو انت بس مسرح بالحلال عشان ما ندخلش في حته حرام. مسرح بالحلال. مثلا لو انتوا مثلا قعدة عيله، اقعدي انتي امسكي المايك. يعني ازاي يمسك المايك؟ يعني في عيله في حد بيتكلم، في حد بيسمع اللي بيتكلم. امسكي مره المايك واتكلمي انتي في القعده والناس تسمع لك، ده هيزود قوي. صح اكيد مش اول مره هتبني بيرفكت وبتعرفي تتكلمي وهتتهززي وممكن حد يضحك عليكي ويرمي كومنت مش لطيف، بس اوريدي انا بتعرضي للتنمر وسبب الانطوائيه يعني جت على دي. في بقى تركايه اللي بقول لكم عليها محدش عمره يعني سمعته بيتكلم عليه، بس هي بتأثر قوي 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 قوي. الانطوائية الانطوائية خوف من الكلام، خوف من الرد.
انا عندي الرد واعرف ارد، بس خايفه ان انا ارد. فالانطوائيه ما هي الا خوف. اي خوف تاني تعرفي تكسريه هيأثر على الانطوائيه بالايجاب. يعني ايه؟ يعني انا مثلا كنت انسانه بخاف جدا 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 من الكوبري. كنت خاف جدا امشي على الكوبري او اطلع على السلالم اللي هي السلالم اللي بتطلع مثلا الدور التاني مثلا. كسرت حته خوف من الكوبري بصعوبه جدا طبعا يعني. ده اثر كتير جدا 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 في الانطوائيه بالايجاب. بقيت اجرأ في الكلام. كمان لما كسرت خوفي من السلالم ان اطلع على اماكن مرتفعه او كده، اثر في انطوائيتي برضه بالايجاب جدا. فاي خوف تقدري تكسريه، خوف مادي يعني حاجه معينه تعرفي تكسريها، هيأثر على الانطواء بالايجاب جدا 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 فوق ما تتخيلي. تكسري اي خوف هيأثر على الخوف من الكلام، الخوف من الرد. تاني حاجه هقول لكم قاعده، القاعده دي تمشوا عليها في الاول، في الاخر النتيجه هتبقى بيرفكت. ايه هي القاعده؟ احنا بنخاف نتكلم عشان عقلنا بقف، مش قادر يطلع الكلام اللي يعني اما الرد مش جاي لنا دلوقتي حالا، او في رد ومش قادرين نقوله عشان مخنا مش قادر نقوله، صح؟ احنا هندرب عقلنا اللي بيحفظ على حاجات محفوظه وقواعد محفوظه، هو هيسترجعها ويطبقها في الوقت اللازم. يعني ايه؟ يعني هشرح لكم ازاي هنعمل ده وانتوا تفهموا الكلمه اللي مش واضحه بالنسبه لكم. يعني مثلا انت تعرفي اكتر الناس اللي بتضايقك، صاحبتك في الفصل فلانه، بنت عمتك فلانه، وجارتك فلانه. الثلاثه دول اكتر ناس بيضايقوكوا في الحياه واخدين ماده للتسليه. حلو حلو. افتكري اكتر مواقف ضايقوكوا فيها. انت كنت افتكري المفروض كنت تردي تقولي ايه. يعني مثلا هي مثلا قالت على شعري كذا، المفروض كنت ارد اقول كذا كذا كذا. بعدين جالك رد تاني وتالت، ممكن يجيلك رد او اتنين او تلاته. تالت ردود ده المفروض انتي تكوني كنتوا بتقولوهم وقتها وما حصلش. عيدي موقف تاني وتالت ورابع، وهذا المواقف دي مره كمان. المفروض كنت ارد اقول كذا، المفروض كنت ارد اقول كذا، وهكذا. تخيلي مواقف، ماشي تمام، لو حصلت هتردي تقولي ايه. يعني اتخيل مثلا حد قال لي مثلا على شكل كذا، اتخيل حد قال كذا. تخيلي موقف ما حصلتش وشوفي انت هتردي تقولي ايه، تدربي عقلك الواعي على الردود. في بقى حلين احلى من بعض بقى. في واحده بتقلس على مثلا على شعرك، واحده مثلا اخدتكي مثلا بتقلس على حاجه تانية، او بتستغلك في نقطه معينه، او واحده بتخليكي تعملي الواجب، او الحاجات دي بتحصل بشكل متكرر في حياتك. حلو حلو. انت هتضربي نفسك للرد لكل موقف. يعني مثلا فلان اللي كل شويه تقولي غشيشه في الواجب او غشيشه في الامتحانات وانا مش عايزه ده، وهي بتستغلني والخ الخ الخ، انا هقول لها كذا. كل شويه تحفظي نفسك انا هقول لها كذا، انا هقول لها كذا. ايه الموقف ده بيتكرر معاكي، فكده كده هيحصل. فبيحصل موقف هتلاقي عقلك يقول كذا اللي انت اتدربتي انت تقوليه. في كل موقف بقى، مثلا المواقف المتكرره دي انت هتضربي عليها على الردود المتكرره. احفظي رد ينفع لكل المواقف. يعني انا وقتها حفظت رد من ماما، يعني ماما ما حفظتهوليش ولكن كانت بتقوله، فانا ايه قعدت بقوله. رايك يحترم ولكن لا يعتد به. في اي موقف بقول رايك يحترم ولكن لا يعتد به، فاللي حواليا فعلا يتحرقوا. وانا جبت الكلمه دي منين؟ ان انا اتدربت ان انا حفظتها، فما يحصل موقف بقول لها رايك يحترم ولكن لا يعتد به. احفظي الجمله دي او اي جمله معينه، انت كده بتدربي عقلك اللي بيحفظ المعلومات ان هو يحفظ المعلومه دي، وهيسترجعها كانك في امتحان محتاجه المعلومه فهيسترجعها. شويه 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 هتحصل مواقف انت ما مرتيش بيها، هتبقى اتدربتي عليها قبل كده، حفظتي ردود قبل كده، سمعتي حاجات، هتعرفي تردي. وبدايه تكلمي حتى لو لخبطتي. اكيد اول مره تتكلمي ممكن ما تعرفيش تتكلمي، ممكن تقولي الكلام بسرعه محدش يفهم انت بتقولي ايه، ممكن الناس تضحك عليكي تقول شوفي بتقولي ايه. كل الحاجات دي عادي. اول مره تبقى كده، تاني مره احسن، تالت مره احسن، رابع مره احسن، خامس مره احسن، احسن فاحسن 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 فاحسن. بعدين هتبقى احسن واحد في الرد، احسن واحد. لان دايما الضعيف في حاجه واتدرب بيبقى اقوى حد فيها بعدين، ده طبيعي جدا. وفي النهايه حابه اقول اتغير عشان لازم تتغير، ومحدش واخد باله فعلا. لو انت غلطت محدش واخد باله، ولو حد واخد باله ايه المشكله؟ محدش مهتم. ولو حد مهتم برضو ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله اما اغلط؟ المشكله اما حد ياخد باله مني؟ ايه المشكله؟ مش اي مشكله. عادي اغلط، وعادي ابان مش شاطره في حاجات، وعادي تأتأ في الكلام، عادي. ايه المشكله؟ جرب. لان انت لازم تثبت شخصيتك، موهبتك دي لازم تظهرها، شخصيتك دي لازم تحملها. لان
الانطوائيه دي بتخلي حواليك ناس مش شبهك، مش شبه شخصيتك، وبتبقى المشكله مش مشكلتهم، هم اصلا ما يعرفوش شخصيتك، ودايما بيبقوا منتظرين منك حاجات انت مش قدها، مش بتاعتك، مش حتتك، بس هما ما يعرفوش ان حتتك. وكمان بتخليك اوقات تتحط في مشاكل، انت مثلا مش عايز تقول لحد انت محبتش الاكله دي، فممكن تفضل تاكل الاكله طول العمر وانت اصلا ما بتحبهاش، عشان انت ما قدرتش تقول انت ما بتحبهاش، بس اتعاملت كانك بتحبها. دي مثلا حاجه بسيطه، تخيل لو الحاجه دي بقت بقى كبيره في كبيره في كبيره في كبيره، شوف هتوصلك فين. في النهايه مش حابه اخوفكم، انا حابه اقول لكم انه هي حاجه لازم تتغير عشان تقدر تعيش بعدها، لان انت في الصفه دي بتمنعك من إن تعيش حاجات كتير، فده بيساعدك انت تعيش. لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك، واسف على صوت النجار مره تانية، اعذروني. سلام.